أصعب لحظة مرت على الفريق سعد الشاذلي لما فتح التلفزيون يوم 19 فبراير سنة 1974. وكان الرئيس السادات بيكرم كل قادة حرب أكتوبر في مجلس الشعب، وهو الوحيد اللي ما كانش موجود رغم إنه كان رئيس أركان القوات المسلحة وقت الحرب، وهو اللي حط خطة العبور كاملة. الفريق الشاذلي مر بأيام صعبة كتير، سنين عايش لاجئ في الجزائر، وأول ما رجع مصر اتسجن وعانى من التجاهل أكتر من 20 سنة واتمحى دوره في حرب أكتوبر. لكن قال إن دي كانت أصعب وأقصى لحظات حياته لما شاف القادة بيتكرموا. إلا هو مر قدامه شريط حياته، أسرته كانت ميسورة الحال، ووالده من ملاك الأراضي، واتسمى سعد على اسم الزعيم سعد زغلول. وناس كتير متعرفش إن الفريق الشاذلي اسمه سعد بس مش سعد الدين. من صغره كان بيحب حكايات والده عن جده الشاذلي اللي كان ضابط في الجيش وشارك في الثورة العربية وحارب في التل الكبير ضد الإنجليز، وعشان كده لما دخل كلية الزراعة ما قدرش يكمل غير سنة واحدة، وبعدين حول للكلية الحربية وعمره 17 سنة وكان أصغر طالب في دفعته. اتخرج سعد الشاذلي من سلاح المشاة برتبة ملازم، وبعدين انضم للحرس الملكي لأنه كان متفوق وضابط كفء. ولما قامت حرب 48 كان من الأبطال اللي راحوا يدافعوا عن أهلنا، واتطوع من نفسه عشان يشارك كأنه من غير تكليف عسكري، وهناك عاش أيام صعبة ونجا من الموت أكتر من مرة. ولما قامت ثورة 23 يوليو كان من الضباط المؤيدين ليها، وفي سنة 54 كلفوا الرئيس عبد الناصر بأول وأهم مهمة خطيرة في حياته، وهي تشكيل سلاح المظلات في الجيش المصري، وكان أول قائد فرقة مظلات في تاريخ مصر، وقاد كتيبة 75 مظلات في مواجهة العدوان الثلاثي على مصر. ولما حصلت نكسة 67 كان في أرض المعركة بيقود وحدة من القوات الخاصة في سيناء معروفة باسم مجموعة الشاذلي، وكان آخر القادة المنسحبين والقائد الوحيد اللي قدر يرجع بأكتر من 80% من قواته ومعداته. وعملية انسحابه من سيناء بتعتبر من أعظم عمليات الانسحاب في التاريخ العسكري، وعشان بطولته اتعين قائد للقوات الخاصة اللي بتضم الصاعقة والمظلات، وكانت أول وآخر مرة في تاريخ الجيش المصري تتوحد فيها قيادة قوات الصاعقة والمظلات. وبعد ما انتهت مهمته في قيادة القوات الخاصة بقى قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية، وهناك عمل بطولات منها منع احتلال جزيرة شدوان. وفجأة مات الرئيس عبد الناصر ومسك الرئيس السادات الحكم، وبعد فترة عمل حركة تصحيح واعتقل مجموعة كبيرة من القيادات، كان منهم الفريق محمد فوزي وزير الدفاع، وتعين الفريق محمد صادق قائد الجيش، والفريق سعد الشاذلي رئيس الأركان. ومن هنا ابتدت الأسطورة الحقيقية لواحد من أعظم الجنرالات. من اللحظة الأولى ابتدى يحط خطة الحرب وأشرف عليها تفصيلة تفصيلة، ازاي القوات تعبر قناة السويس وازاي تدمر خط بارليف، وازاي أول قوات هتعدي من غير خسائر. وقدر الفريق الشاذلي والمجموعة اللي معاه يحطوا خطة عبقرية للحرب، وحل الشاذلي 132 مشكلة كانت عقبة قدام عملية العبور والحرب بشكل عام. وكمان عمل حاجة اسمها التوجيه 42، ودي كتيبات عسكرية كتبها الشاذلي وكان بيحدد فيها لكل جندي وضابط في القوات المسلحة هيعمل ايه بالظبط، من اول هيربط رباط البيادة ازاي لحد لو اتأثر هيتصرف ازاي. وبيأكد المحللين العسكريين ان التوجيه ده كان مفتاح النصر. باختصار الفريق الشاذلي كان مهندس حرب أكتوبر بكل تفاصيلها، وبعد ما القوات عبرت ونفذت خطته بنجاح كان أول قائد عسكري يروح جبهة القتال بعد العبور يوم 8 أكتوبر 73. وفي وسط الحرب ابتدت الخلافات بين الرئيس السادات والفريق الشاذلي. الخلاف الأول حصل لما طلبت سوريا من مصر إنها تزود الضغط على قوات العدو على جبهة قناة السويس عشان تخفف الضغط على جبهة الجولان، فطلب الرئيس السادات من وزير الدفاع المشير أحمد الإسماعيل تطوير الهجوم شرقا. الشاذلي عرض الفكرة تماما وقال إن أي تحرك بعيد عن مظلة الدفاع الجوي معناه إننا بنقدم قواتنا هدية لطيران العدو. وده كان نفس موقف اللواء سعد مأمون قائد الجيش الثاني الميداني واللواء عبد المنعم واصل قائد الجيش الثالث الميداني. لكن الرئيس السادات صمم على تطوير الهجوم، ومع تطوير الهجوم من غير حماية جوية اتعرضت قواتنا لضربات قوية واضطرت ترجع لمواقعها بعد ما خسرنا 250 دبابة في ساعات معدودة. وبعدها حصلت أزمة الثغرة، وابتدى الخلاف الثاني بين الرئيس السادات والفريق الشاذلي حوالين طريقة التعامل معاها. الشاذلي قدم خطة لمواجهة الثغرة بتقوم على سحب قوات والمناورة بيها غرب القناة، لكن الرئيس السادات والمشير أحمد إسماعيل كانوا رافضين لأي خطة بتقوم على الانسحاب بسبب السمعة السيئة لانسحاب القوات من سيناء، واتطورت الأمور من سيء لأسوأ بين السادات والشاذلي، وزاد الخلاف بينهم بسبب الوشايات، خصوصا إن الشاذلي كان على خصومة قديمة مع المشير أحمد إسماعيل. والرئيس استبعد الفريق الشاذلي بشكل غير رسمي من منصب رئيس الأركان وكلف المشير الجمسي بالمنصب. وفي 12 ديسمبر 73 أنهى الرئيس السادات خدمة الفريق الشاذلي وعينه سفير بوزارة الخارجية. الفريق الشاذلي رفض يبقى سفير
وقال لو الرئيس عايز يعاقبني جوه بلدي، ولو دي مكافأة من حقي أرفضها. وفضل على موقفه لحد ما الرئيس السادات قابله وأقنعه بالمنصب بعد ما قال له أنا محتاج راجل عنده خبرة عسكرية كبيرة يبقى موجود في لندن، لأننا هنجيب أسلحة متطورة ومتقدمة، ووظيفتك الأساسية هي تسليح الجيش المصري، وحكاية السفير دي حاجة ثانوية. وبيقول الشاذلي اعتبرت ما قاله السادات بعد أن أفاض في الثناء على دوري والإشادة بي وما حدده بشأن مهمتي في لندن ترضية كافية وامتدادا لمسؤوليتي في خدمة القوات المسلحة، فقبلت المنصب من أجل تقوية الجيش بالسلاح الحديث، لكن اتضح فيما بعد أن كل ما قاله كان خديعة. وفي سنة 78 انفجرت قنبلة لما الرئيس السادات كتب مذكراته البحث عن الذات، وفيها اتهم الفريق الشاذلي بالتخاذل ووصفه بالفريق المنهار. والشاذلي مسكتش وكتب هو كمان مذكراته حرب أكتوبر، واتهم السادات باتخاذ قرارات خاطئة بعكس جميع النصائح من العسكريين، وقال إن تدخله المستمر في الخطط العسكرية هو السبب في الثغرة. وفي الكتاب قدم بلاغ للنائب العام اتهم فيه الرئيس السادات بإساءة استعمال سلطات. وازدادت الخلافات أكتر وأكتر مع اتفاقية كامب ديفيد، وهاجم الشاذلي الرئيس السادات علنا وبشكل كبير، واستقال من منصبه كسفير لمصر في البرتغال، وسافر الجزائر كلاجئ سياسي. ومن هناك استمر هجومه على الرئيس، ولما حصل حادث المنصة أعلن مباركته للعملية، ووصف اللي عملوها بأنهم ضباط مصريين شجعان. وفي سنة 83 اتحاكم الفريق الشاذلي غيابيا بسبب كتاب حرب أكتوبر، واتحاكم عليه بالسجن 3 سنين مع الأشغال الشاقة. وفجأة يوم 15 مارس 92 رجع على مصر بعد 14 سنة في الجزائر، وأول ما وصل المطار اتقبض عليه واترحل على السجن الحربي عشان يقضي مدة السجن. وفي السجن رفض يكتب خطاب التماس للرئيس يطلب فيه العفو، وفضل محبوس لحد أكتوبر 93 لما خرج بعفو عام. وبعدها رجع قريته وعاش منعزل، واتسحبت منه كل النياشين والأوسمة، واتشالت صورته من بانوراما حرب أكتوبر، وتوقف معاشه المستحق عن نجمة الشرف العسكرية. وعاش ال20 سنة الأخيرة من حياته على إيرادات قطعة أرض ورثها عن والده. وفي مذكراته قال الفريق الشاذلي أنا واثق أن مصر سوف تكرمني في يوم من الأيام بعد أن تعرف حقائق وأسرار حرب أكتوبر، وبتفوت الأيام وبيحصل التكريم. وبعد 25 يناير رجعت نجمة سيناء لأسرة الفريق الشاذلي، وصورته رجعت من تاني لبانوراما حرب أكتوبر. وفي 2012 وبتوصية من وزارة الدفاع رئاسة الجمهورية منحت قلادة النيل العظمى لاسم الفريق الشاذلي، وواحد من أهم المحاور الجديدة اتسمى باسمه، ومجموعة من دفعات الكليات الحربية اتخرجت باسم دفعة الفريق سعد الشاذلي. رحم الله جنرال مصر الذي قال عنه موشي ديان قائد عظيم، ووصفه شارون بأنه من أذكى العسكريين.